هذا شاب صبيحي من قرية صبيحة في شبوة في اليمن. هو عسكري ويعمل في الجيش في فرقة العمالقة في الجيش الشرعي في الحكومة اليمنية في شبوة. هذا الشاب يحرس في منطقة جبلية، وأثناء مناوبته بالليل تعرفون هم على أهبة الاستعداد، وتعرفون موضوع الحوثيين وموضوع الحرب الموجودة في اليمن. هذا الشاب كان يحرس في ليلة من الليالي في هذه الجبال، وأثناء فترة حراسته ظهر له شخص غريب. هذا الشخص الذي طلع أمامه شخص أسود ما تشوف منه شيء، مظلم. هذا الشاب حذر هذا الشخص، فما استجاب هذا الشخص للتحذيرات، فرفع هذا الشاب الصبيحي السلاح وقتل هذا الرجل. أول ما قتل هذا الرجل تغيرت حال هذا الشاب. صار هذا الشاب ممسوس، ما عاد يقدر ينام، ما عاد يقدر يصلي، ما عاد يقدر يسوي شيء. أهله استغربوا من حال ولدهم تغير حاله تماما. الذي حصل أنه بدأ هذا الشاب يحكي لأهله بعض الأمور اللي حصل معه. قال لهم أنه أنا مقيد، أنا مربط، أنا جو مجموعة وأخذوني ورحت معهم. في الحقيقة اللي أخذوه قبيلة من قبائل الجن. هذه القبيلة تبين بعدين أن اسمها قبيلة آل الشيخ في شبوة. في الحقيقة هذا الشاب قتل ابنهم. هذا الرجل المظلم اللي مو باين منه شيء كان هو عبارة عن شاب من شباب الجن، تشكل على هيئة رجل وقتل هذا الشاب الصبيحي. أخذوا هذا الشاب الصبيحي بإخباره، هو يخبر أهله ويخبر عيال عمه أنهم أخذوه ودوه المكان، يقول شفت فيه كنوز وشفت فيه ذهب، وجيت عند مجموعة من الناس وكانوا الناس هذول غاضبين، هم أقرباء هذا الشاب اللي أنا قتلته، فقالوا لي أنت قتلت ولدنا وإحنا لازم نقتلك. فرد عليهم وقال لهم يا جماعة أنا ما قتلت متعمد، هذا الشاب خرج لي على هيئة رجل وإحنا في حالة حرب وفي مواجهة فأنا قتلته. يقول إن أبوه وأمه كانوا حاضرين، إن أمه أصرت على القتل وقالت لازم يقتل هذا بولدي، وإنه في شيخ من الشيوخ، شيوخ الجن من المسلمين، طبعا هي القبائل هذه مسلمة، قال يا جماعة الخير ليس عليكم إلى هذا الشاب سبيل، حنا عندنا قضاء وعندنا محاكم، لابد أن يخضع هذا الشاب للمحكمة. يقولوا فعلا عقدت المحكمة وادعوا أنه في شهود،